واحنا بنختار شقتنا في العاصمه الاداريه الجديده بنكون دايما محتارين نختار ايه، واكتر من مره بنكلم حد يساعدنا ويقول لنا دي اميز شقه بالنسبه لك او دي احسن شقه لاحتياجاتك. فهل فعلا كل الشقق مميزه في العاصمه الاداريه الجديده؟ الاجابه قطعا لا، لان في معايير معينه لاختيار شقتك في العاصمه الاداريه الجديده. انا احمد مرسي، النهارده هنتكلم على معايير اختيار شقه سكنيه في العاصمه الاداريه الجديده. اول حاجه لازم نتكلم عليها وهي الاحتياج الفعلي لشقتك. بمعنى النهارده وانا بدور على شقتي في العاصمه الاداريه الجديده لازم اكون انا فعليا عارف انا محتاج ايه. محتاج 3 غرف، محتاج غرفتين، لازم الاحتياج الفعلي يكون متحدد بنسبه 100%. تاني حاجه وانا بختار شقتي لازم اكون محدد امكانياتي، لان الامكانيات هي اللي ممكن توديني على مبدا التشتت في الشراء او كمان الغاء الفكره من الاساس، لان الامكانيات هي اللي هتقدر تعمل لنا حصر لمجموعه مشاريع او مجموعه شقق تكون مناسبه لاحتياجاتنا وامكانياتنا كمان. النهارده وفي مستشار عقاري بيساعدني عشان ادور على شقتي بعد ما حددت امكانياتي وكمان الاحتياجات الفعليه بالنسبه لي، لازم اكون بختار ما بين مشروع ل3 مشاريع، وده اللي هيقول لي انهي فرصه بالنسبه لي اميز. طب هي دي بس الحاجات اللي انا محتاج اعرفها عشان اختار شقتي في العاصمه الاداريه الجديده؟ الاجابه قطعا لا. في معايير معينه لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري شقتك في العاصمه الاداريه الجديده، ومنها هي اتجاه الرياح. مثلا عندنا في العاصمه الاداريه الجديده وفي شرق القاهره ان جنرال لازم دايما تبص على حته الاتجاه البحري والقبلي. طبعا احنا كمصر دايما بنبص لحته ان الاتجاه البحري هو احسن اتجاه بالنسبه لنا، بس للعلم هي مفيش شقه بحري بالكامل، بس في شقه قبلي بالكامل، فدايما لازم ناخد بالنا من النقطه دي كويس قوي. تاني حاجه وهي التقسيمه الداخليه، وهنا هيودينا النقطه مهمه جدا وهي الفرق ما بين النت والجروس والكاربت اريا كمان. طب ايه هي النت وايه هي الجروس وايه الكاربت اريا؟ خلينا نتخيل مع بعض كده وبشكل عملي ومبسط. ابقى عندي حاجه اسمها الجروس اريا. بص على المبنى بتاعك وهو هيكل خرساني، الدور اللي موجود النهارده في العماره من غير نسبه تحميل او من غير تقفيله الشقه نفسها. طيب النهارده ما دام قفلت الشقق او قفلت الدور، هو ده يعتبر النت اريا بتاع الدور، وهي الشقه او مساحه الشقه الداخليه متشال منها المناور والسلالم والاسانسيرات والكوليدورز كمان. النهارده انا لازما وانا بشتري شقتي اسال هي المساحه اللي المستشار العقاري بيكلمني عليها النهارده هي مساحه نت ولا جروس اريا. اخر حاجه بعد ما تدخل حضرتك الشقه بندور على مساحه الكاربت اريا، وهي مساحه الفرش، وزي ما بنسميها كده من الوزره للوزره. واخيرا واحنا بنختار شقتنا في العاصمه الاداريه الجديده لازم نحط في بالنا ان احنا مش بنختار مجرد شقه سكنيه. الامكانيات والاحتياجات الفعليه وكمان التقسيمه الداخليه واتجاه الرياح حاجه مهمه جدا، بس احنا لازم نحط في دماغنا ان احنا بنختار لايف ستايل كامل، نختار كوميونتي بنعيش فيه. فعشان كده مهم ان انا اسال على المطور والاوراق القانونيه، مهم جدا ان انا اسال على الفاسيلتيز وشكلها ازاي في الكومباوند. وطبعا يشرفنا دايما استفساراتكم لو حابين تختاروا احسن شقه سكنيه مناسبه لاحتياجاتكم في العاصمه الاداريه الجديده. دمتم دايما سالمين وفي العقارات فاهمين.